ضحكت عليهم وعملت لهم حواوشي كداب يا جماعة، حواوشي من غير لحمة ولا فراخ ولا بتنجان ولا كوسة ولا أي حاجة. أمال هتقولوا لي ده بإيه؟ هاقول لكم ده أحلى حواوشي صيامي نباتي كداب هتعملوه، سموه زي ما تسموه بس شجعوني قولوا لي سالم إيديك يا أبانوب، وهاتوا بطاطساية حلوة كده وبالمبشرة ابشروها بشرة يا جماعة ناعمة زي ما أنتم شايفين، وعلشان النشا تطلع منها حطيت عليها مَيّة وبدأت كده أقلب فيها كويس أوي لحد ما النشا تطلع من البطاطس يا جماعة، دي خطوة مهمة جدًا ما تكسلوش. وبعد كده باغسلها غسلة كويسة، وشايفين بقى البطاطس باضيف لها بقى شوية من الملح والفلفل الأسود وتوابل الحواوشي وكمان شوية من البابريكا المدخنة، شوية باربيكيو صوص كده بيدّيني طعم الشوي، وكمان دبس رمان بيدّيني كده إيه مزازة حلوة للحواوشي بتاعنا، وهاقلب بقى كل الكلام ده، ويا سلام بقى لو سِبت البطاطس مع الخلطة دي لمدة 5 دقايق، بعد ما ال5 دقايق عدّوا هابدأ كده أجيب طاسة وأحط فيها شوية من الزيت، وهابدأ أنزل بقى بالبطاطس اللي أنا عملتها، اللي أنا حطيت لها إيه شوية التوابل والحاجات الحلوة دي. وبعد كده يا جماعة هابدأ كده إيه أدّيها تقليبة على النار. هاسألكم سؤال بقى عقبال ما البطاطس تدخل في السِوَى، أنا علشان حطيت لها مَيّة، علشان إيه؟ يعني حطيت لها مَيّة ليه؟ عشان أطلّع إيه من البطاطس؟ لو مركّزين اكتبوا لي. بُصّوا البطاطس بدأت تدخل في السِوَى، هابدأ كده أنزل عليها ببصلاية مقطّعها صغيّر. في ناس تقول لي: "هي البطاطس هتستوي؟" أيوه البطاطس إيه دخلت في السِوَى أهو. بعد كده بقى عندي فلفل أحمر وأصفر وكمان أخضر، لو عندِك فلفل حار حُطّي. في ناس تقول لي: "طب نحط طماطم؟" هاقول لكم لأ، الطماطم بتبوّظها، أنا باحبها كده من غير إيه، من غير طماطم. بعد كده بادّي بقى تقليبة حلوة كده، وعندي بقى العيش البلدي بتاعنا يا جماعة اللي هو المصري الجميل بتاعنا، هابدأ كده أفتح وفتحة حلوة بالمقص شايفين، وهابدأ بقى أحشي إيه، أحشي الحواوشي الكدّاب بتاعنا، لقيت الفتحة صغيّرة فإيه، بافتح كده الفتحة الجميلة دي. بُصّوا يا جماعة بقى الحلاوة والجمال، هابدأ بقى آخُد الحشو بتاع الحواوشي الكدّاب، بُصّوا يا جماعة بجد جرّبوا بس الوصفة وبجد أنتم مش هتحسّوا إن هو حواوشي كدّاب خالص، هتحسّوا إن هو حقيقي، بس هو هتلاقيه إيه، هتلاقوه كدّاب، عارفين ليه يعني هو كدّاب عشان بيكدب علينا في طعمه. بعد كده يا جماعة هابدأ بقى أحُط بقى الحشوة وأبدأ كده أدوس على الحشوة جدًا، وهابدأ بقى إيه، أقفل الغطا بتاعنا واقفل بقى يا باشا. عايز أقول لكم إن في طريقتين للتسوية، ممكن كده أدهنه دهنة زيت وأحطه في الفرن، وممكن كده أجيب طاسة وأسخّنها وأحط بقى شوية من الزيت وأنزل بقى بإيه، برغيف الحواوشي وأبدأ كده أحط له نقطة زيت كمان من فوق. بُصّوا يا جماعة الشكل والحلاوة والجمال، عايز أقول لكم اللي إحنا ممكن يا جماعة لو عندنا جبنة موتزاريلا نباتي أو صيامي، هابدأ كده أحطها جوّه الحواوشي، بتودّي بقى الحواوشي في حتة تانية خالص وتحدي، وجرّبوا وبجد هتدعوا لي. الحواوشي كده استوى، بابدأ بقى أحط التاني، شايفين قلبة في التانية بيكون استوى، كده الحشوة بتاعتنا مستوية وجاهزة، بابدأ بقى أطلّعه كده على البلانشة، وبابدأ كده إيه أقطّعه نُصّين، وبجد بقى مع شوية تُرشي بقى يا جماعة جزر وليمون وزيتون ما أقولكوش، شايفين الحلاوة والجمال؟ جرّبوا طريقة الحواوشي الكدّاب ده وبجد هتعجبكم أوي، والنهارده عملت حواوشي كدّاب، وافتكروا إن أنا أبانوب ومش كدّاب. لو الفيديو عجبكم اعملوا له شير لكل حبايبكم، باحبكم أوي.